السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنطقنا بالحكمة، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وعلمنا ما لا نعلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، إنك أنت الأعز الأكرم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المتتبعون، في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى الاجتهاد. هذه الكلمة لطالما لوح بها بعض الناس على قنواتهم، ينادون بالاجتهاد، وبأن هذا الباب قد سد منذ زمن، وكان من أسباب تخلف الأمة وتوقف العلوم الشرعية إلى حين. وبهذه الطريقة يلبسون على العوام الذين يتابعونهم ويتوسمون فيهم خيرا، فيكذبون عليهم ويؤكدون لهم بأن الاجتهاد قد تمت إزاحته من الشريعة الإسلامية، وبقيت النصوص جامدة، والشيوخ صار يطلق عليهم شيوخ التراث، وصارت الشريعة الإسلامية تراثا. فوجب أن نقوم بهذا الفيديو تبيانا لهذه الكلمة، كلمة الاجتهاد. ما هو الاجتهاد أولا؟ وما هي شروطه؟ ومن يحق له أن يجتهد؟ لكي لا يظن الجاهل بأن هذه الكلمة هي مشاع لكل من هب ودب أن يجتهد في الدين، ويجتهد في مورد النصوص، ويجتهد في من عقد فيه إجماع الصحابة، وفي من عقد فيه إجماع التابعين وغير ذلك. يعتقد أن هذه الكلمة تحق لكل كل من رأى في نفسه قدرة على الاجتهاد أن يجتهد في الدين، وأن يفسر ويبدي رأيه في النصوص وما إلى غير ذلك. سنحدد هذه الكلمة تحديدا دقيقا كما حدده السادة العلماء، ونبسطها بين أيديكم، ونرحب بملاحظاتكم وتعقيباتكم واستفساراتكم ومناقشاتكم. وعلى بركة الله نبدأ بتعريف الاجتهاد. الاجتهاد لغة مأخوذ من الجهد، وهو المشقة والوسع والطاقة. وأما عند الفقهاء وعلماء الشريعة فقد عرفوه بتعاريف متقاربة في معانيها، ومتفقة كلها في أهدافها، تدور حول بذل الجهد والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي من دليله وموضوعاته. والموضوعات التي يشتغل عليها الاجتهاد هي النوازل. موضوعاته هي النوازل التي ما فتئت تتوالى على الأمة منذ انقضاء القرون الأربعة أو الثلاثة المفضلة. إذا بقيت النوازل تتساقط على الأمة، فكلما أحاطوا بنازلة إلا وجاءت نازلة أخرى. والحقيقة أن النوازل مرتبطة بالحياة عموما، ويحتاج المسلمون إلى معرفة حكم الله تعالى فيها، ولا يتم ذلك إلا بالاجتهاد في النظر في الأدلة الشرعية لتحديد الحكم الشرعي لكل نازلة من النوازل، وهو مفتوح ولم يغلق يوما منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حيث اجتهدوا في معرفة الأحكام الشرعية للنوازل. واجتهد أيضا التابعون من بعدهم، ونقلت إلينا اجتهاداتهم. وهناك أحاديث كثيرة لم أريد أن أذكرها عن بعض الصحابة، كانوا يجتهدون آراءهم إذا لم يجدوا لا في لنازلة من نوازل، إذا لم يجدوا لها نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتهدون آراءهم، وكانوا يناقشونها ويجمعون عليها. وما أجمعت أمتي على ضلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي أوائل القرن السادس ظهرت دعوات تطالب بغلق باب الاجتهاد بسبب التعصب الذي كان في تلك العصور لمذاهب الأئمة لقطع الطريق أمام من يجتهد في فهم النصوص ويستنبط أحكاما تخالف ما أجمع عليه العلماء السابقون، ولما رأوه من جرأة بعض الناس على الأحكام الشرعية، وصاروا يتلاعبون بالأحكام والنصوص بدعوى الاجتهاد. وباب الاجتهاد مفتوح ولم يغلق، ولن يغلق يوما، لأن النوازل والمستجدات في استمرار دائم ما دامت الأمة. والصواب تجاه هؤلاء أن يبين خطأهم وتلاعبهم ويكشف تزويرهم وكذبهم، لا أن يغلق باب الاجتهاد. وهذا مذهب ذهب إليه كثير من العلماء، لأن هذا سيترك المسلمين لا يعلمون أحكام النوازل. وقد وضع العلماء شروطا وضوابط للاجتهاد حتى يكون مقبولا ومعتبرا، وتضمن أن لا يتحول إلى عبث وتلاعب حسب الأهواء. وهذه الشروط نلخصها فيما يلي: أولا، أن يكون المجتهد عالما بكتاب الله مفسرا له. ومن شروط التفسير أيضا أن يكون ملما باللغة العربية والقراءات، قراءات القرآن الكريم المتواترة، منها قراءة ورشين وقراءة حفصين وقراءة ابن كثير وغيرها من القراءات العشر أو السبع المشهورة. ثانيا، أن يكون عالما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سنتعرض في بعض الفيديوهات المقبلة، وهي السنة القولية والفعلية والتقريرية. ثالثا، أن يكون عالما بفتوى الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وملما بما وقع عليه إجماعهم وإجماع من جاء من بعدهم. رابعا، أن يكون ورعا تقيا على الصراط المستقيم، ولا يخاف في الله لومة لائم. ومن استوفى هذه الشروط يكون عالما مجتهدا ترجع إليه الأمة فيما نزل بها من أحداث ونوازل، لإفادة الأمة دون الخروج عن المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، ودون المساس بالثوابت الكبرى من عقائد وعبادات وغيرها. هؤلاء من يستطيعون أن يجتهدوا في الدين، لا جاهل قرأ قليلا من القرآن ونتفا من الأحاديث ويريد أن يجتهد لنا في الدين والعقائد والعبادات، ويريد أن يبدي رأيه في الأحاديث وفي السنة، كما يريد أن يجحدها جملة وتفصيلا بدعوى أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا وهو القرآن، ويستحيل أن ينزل كتابا آخر بجانبه وهو السنة النبوية الشريفة، تماشيا مع التوراة والإنجيل والزبور، هذه الكتب التي أنزلت، وما ترك هؤلاء الرسل سنة بجانب هذه الكتب. سنبين خلال هذا الفيديو وفي الفيديوهات المقبلة إن شاء الله، خاصة الفيديو الذي سنتحدث فيه عن السنة النبوية، بأن السنة النبوية هي ضرورية في التشريع الإسلامي، وإلا فكيف سنجد أحكام الصلاة؟ فالقرآن ليست فيه أحكاما للصلاة سوى أقيموا الصلاة. نفس الشيء بالنسبة للزكاة، وآتوا الزكاة. كيف سنقيم الصلاة؟ وكيف سنؤتي الزكاة؟ وكيف سنحج؟ وكيف سنعبد الله إذا لم تكن عندنا السنة النبوية الشريفة، التي هي كما سنرى مبينة لما كان مجملا في القرآن، ومقيدة لما كان عاما في القرآن، وشارحة لما كان مبهما في القرآن، وغير ذلك من الأدوار التي تلعبها السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي، ولا غنى لكل مسلم عنها. ومن أراد إسقاط
السنة عن التشريع واكتفى بالقرآن، فإنه يريد أن يسقط الدين كله جملة وتفصيلا. وإلا فكيف يصلي المسلم إذا كان يجحد السنة ويتهم الشيوخ بأنهم هم من وضعوها، وهم من وضعوا تلك الكتب، ولا توجد لا أحاديث ولا غيرها. وأقول له هذا الذي يدعى محمد الفايد، الذي لم تعد له أي فائدة، وصار ضرره أكثر من نفعه عندما صار يفتي بغير علم، وصار يتجرأ على أسياده من العلماء والصحابة وغيرهم، ولم يترك أحدا إلا وشتمه وقال فيه ما ليس فيه. أقول له أنت تصلي، نحن نطرح عليك هذا السؤال: كيف تصلي إذا كنت ترفض قراءة السنة ولا تعتقد بوجودها في التشريع الإسلامي؟ كيف تقيم الصلاة؟ كيف تعرف أن الصلوات هي 5 صلوات؟ وكيف كيف تصلي أيضا؟ قل لنا كيف تقيم الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أنت أعرضت أصلا عن هذا الحديث، فكيف تصلي؟ وقس على ذلك باقي العبادات: كيف تؤتي الزكاة؟ كيف تحج إذا أردت الحج؟ وباقي العبادات والمعاملات، وكلها مبسوطة في كتب السنة، كلها موجودة في الأحاديث النبوية الشريفة. فإذا أسقطت السنة النبوية كيف ستقيم الدين؟ سنناقش هذا الموضوع في حينه في فيديو الذي سيتعلق بالسنة النبوية الشريفة، وكيف أراد هذا المدعو محمد الفايد إسقاط السنة النبوية الشريفة بإسقاط العلماء والصحابة. هو يريد أن يضرب العلماء أولا لكي يضرب السنة ثانيا، وبالتالي ينفرد بالقرآن ويفسره هو حسب ما يراه مناسبا له، ويبدع لنا عبادات ومعاملات وتفسير جديد للقرآن كما يدعي. وهذا هو عين الباطل وعين الخروج من الدين واتباع الأهواء. ولا أظن أن للفايد هذا أهواء يتبعها، بل يتبع أهواء معلميه وأساتذته الذين منحوه شواهده التي يتباهى بها أمام العوام من الناس الذين شغفوا بمتابعته بحكم ما كان يقدمه من نصائح غذائية عندما كان يقتصر على مجاله. ولكن عندما سطى على هذا المجال الذي هو بالتأكيد ليس مجاله، صار يخبط ويضرب ذات اليمين وذات الشمال، ويطحن الدين طحنا، ولم يبقى له إلا أن يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله سبحانه وتعالى. ولكي لا يطول هذا الفيديو ويخرج عن رسالته، يجب أن نعود إلى موضوع الاجتهاد وشروطه 4. فمن رام الاجتهاد بغير شروطه سيأتي لا محالة بالبلايا والطامات، ويهلك نفسه وغيره كما نراه الآن مع هذا الداعي، وإن كان لم يحقق شيئا في مجال الشريعة الإسلامية، وليس له حتى شرط واحد من هذه الشروط. فكيف بانعدام الشروط 4 من الرجل وهو خالي الوفاض من علوم الشريعة، وليست له من الدلائل إلا تسنطيحة وتخراج العينين كما يقول المغاربة؟ فهو خالي من علوم الشريعة ولا يعرف عنها شيئا، بل يعرف قدرا قليلا مثل ما يعرف العوام. وليته عرف قدره
فقعد دونه كما يقول العلماء. والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوف من أن يدعي الاجتهاد أمثال هؤلاء، وأن يفتري على الله الكذب الذين لا يعلمون، فيقولون بزعمهم هذا حلال وهذا حرام من غير دليل ولا برهان، إرضاء لأهوائهم أو أهواء أسيادهم ممن يدفعون لهم. وتجده في معرض آخر يكذب ويفتري على علماء الأمة الأجلاء، ويقول بأنهم قد أوقفوا علماء الكون، العلماء الذين كانوا يدرسون الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وغيرها من العلوم الدنيوية. علماء الشريعة أوقفوهم عن البحث وأفتوا بإحراق كتبهم هكذا زورا وبهتانا. وضرب لنا مثلا بابن رشد. وابن رشد هذا كان عالما من علماء المسلمين وفقيها، تولى عدة مناصب منها القضاء، ويعد اتصاله بأبي يعقوب المنصور الموحدي منعطفا مهما في حياته، بحيث أصبح من رجاله المقربين المترددين على بلاطه المساهمين في مجالسه العلمية، وولاه عدة مناصب منها القضاء. لكن لما ولج باب الفلسفة من أوسع أبوابها وصار يصنف فيها ويدعو الناس إليها، ولا تخفى أفكار ابن رشد في الفلسفة الأرسطية خاصة، وقد كان اشتهر عنه بأنه يقول لا تعارض بين الحكمة والشريعة، فالحق لا يضاد الحق بل يؤيده ويدعو إليه. وصار ابن رشد يصنف كتبا في الفلسفة ويدعو إلى أن للشريعة ظاهر وباطن، فأما باطنها فهو يوافق الفلسفة، وأما ظاهرها فإذا تعارض مع الفلسفة وجب درء هذا التعارض بتأويل النصوص الشريعة. هكذا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نلوي أعناق الآي والنصوص الحديثية لكي تطاوع أوهام وخيالات أرسطو. هذه هي الفلسفة التي دعا إليها ابن رشد. ولما دعا إليه أجمع فقهاء المغرب إلى محاكمته، ودعوا المنصور إلى عقد محاكمة له. انتهت هذه المحاكمة بوجوب إحراق كتب ابن رشد الفلسفية فقط، التي دعا فيها إلى هذه الزندقة والخروج على الدين بتأويل كلام الله سبحانه وتعالى لكي يطاوع فلسفة أرسطو ويقدم العقل على النقل. والعقل هنا عند ابن رشد وعند الفارابي وغيرهما من الفلاسفة ليس هو عقلي وعقلك وعقل الإنسان الذي أفكر به، ولكن هو مجموعة من الضوابط والمعايير المنطقية التي تعصم في زعمهم العقل من الزلل، وقد دونها أرسطو في كتبه فتلقفوها عنه ونشروها واعتبروها أنها هي الحق الذي لا يضام ولا يرام. فبالله عليكم تمعنوا معي هذا الكلام، وهو أعلى ما عند القوم. كل الفلاسفة دون استثناء يجعلون من هذا الكلام هو الحاكم على كل أفكارهم، أن للشريعة ظاهر وباطن، فأما الباطن فهو يوافق الفلسفة ويوافق العقل، والعقل هو القواعد والضوابط والمعايير التي تعصم العقل من الزلل حسب ما قاله أرسطو. فباطن الشريعة يوافق العقل ويوافق الفلسفة، وأما ظاهرها فإن خالف العقل وجب تأويله لكي يوافق العقل، لأن الحق لا يضاد الحق بل يشهد له ويقويه.
ألا يستدعي هذا الكلام من علماء الشريعة إصدار فتوى توقفه لكي لا ينتشر انتشار النار في الهشيم في المسلمين؟ ألا يستوجب هذا الكلام فتوى لإيقافه؟ وهذا ما فعله العلماء على عهد المنصور أبي يعقوب السلطان الموحدي، فقاموا بمحاكمة ابن رشد محاكمة قضائية، وعمم المنصور أبو يعقوب منشورا على كل بلاد المغرب والأندلس يدعو فيه إلى إحراق كتب ابن رشد الفلسفية فقط. وهذا الكلام من ابن رشد وغيره من الفلاسفة لا يستدعي أن نحشد له كل العلماء لكي يصدروا بفتوى تحرم انتشاره بين المسلمين. فمن كانت عنده مثقال ذرة من إيمان يرد هذا الكلام. كيف نوازي قول الله سبحانه وتعالى الذي جل في علاه بأوهام وضلالات أرسطو؟ كيف نقارن السماء بالأرض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يزعم الفايد تلبيسا على الناس بأن ابن رشد عندما أحرقت كتبه قال عندما جاءه بعض طلابه يبكون قال: أما الكتب فأحرقت وأما الأفكار فقد طارت إلى أصحابها، يعني طارت إلى الأوروبيين وطوروا بها العلم وحكموا بها العالم وصنعوا الطائرات وصنعوا كل ما نراه، ولم تحرق من كتب ابن رشد سوى الفلسفية التي فيها مثل هذه الأفكار. فبالله عليكم، هذه الفكرة، فكرة تأويل الدين لكي يطاوع خيالات أرسطو، هذه الفكرة هي من كانت وراء الأوروبيين في تطورهم، هي من شجعتهم على العلم، هي من جعلتهم يحكمون العالم، وهي من كانت المسؤولة على تخلفنا وتوقيف العلم الكوني عندنا. ما هذا التلبيس؟ ما هذا التلبيس يا هذا؟ إنما لتطورهم وتشجيعهم للعلوم وتخلفنا وانحطاطنا أسباب أخرى يجب أن تبحث عليها ويجب أن نبحث عليها نحن أيضا، وسنناقش بعضها في فيديوهاتنا من خلال هذه القناة، قناة علم ينفع. فالتخلف والتطور ليس مرتبطان بالدين كما يزعم هذا الرجل، بل لتطور الأوروبيين أسباب، ولتخلفنا وانحطاطنا أسباب أخرى سوف نناقشها بإذن الله. فقد رام هذا الرجل أن يضرب الدين، لكن بطريقة متلطفة، ليس كما قال الأولون بأن الدين هو سبب تخلف المسلمين، مقارنة مع الأوروبيين حينما جعلوا يعني قطيعة بين الدين وبين العلم، يعني تحرروا من قيود الكنيسة فنهضوا وتطوروا وحكموا العالم. فيجب علينا نحن أيضا أن نتهم الدين بأنه هو السبب وراء تخلفنا، وأن نجعل قطيعة معه لكي نتطور ونرقى. ولكن أراد أن يلتف على الدين من جانب آخر، فأراد أن يهدمه أولا بقطع الطريق بينه وبيننا بضرب الشيوخ والصحابة والأئمة العظام الذين حملوا على عاتقهم حماية هذا الدين. فأراد أن يضرب العلماء أولا، ثم بعد ذلك يضرب السنة، وعندما يتم له هذا سيكون قد انفرد بالقرآن، وبالتالي لم يعد هناك من دين، كما بينت لكم قبل قليل بأن الدين مع السنة، فإذا ذهبت السنة ذهب الدين. فماذا سنفعل بالقرآن غير تلاوته؟ والأحكام كلها مجموعة في السنة ومبسوطة فيها. وأعود إلى الاجتهاد مرة أخرى لنختم به. فالاجتهاد لا يكون موضوعه إلا في النوازل والمسائل الفقهية التي لم ترد لا في كتاب
ولا في حديث، ولم ينعقد عليها إجماع للصحابة ولا إجماع للتابعين ولا لمن تبعهم. فكل مسألة مستجدة لم تذكر فيما ذكرت قبل قليل يقع عليها اجتهاد من مجتهد تكون شروط الاجتهاد قد توفرت فيه، وبذلك يتضح لكم أن اجتهادات الفايد وغيره ممن راموا ما يرومه كلها اجتهادات في مورد النص، وبالتالي هي اجتهادات مردودة على أصحابها. ولا نقول هذا الكلام إلا من باب النصيحة لكي يعرف الرجل جيدا فيكشف للناس حاله ويهجر مقاله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث هو حديث عظيم جدا يحتاج إلى أكثر من فيديو لشرحه. وختاما أقول لأتباع الفيد الذين يتابعونه عن كتب ويعتبرون أن الحق معه وأن الأمة كانت في ضلال لمدة 14 قرنا ونصف حتى بعث الله الفيد لكي ينقذها من الضلال ولكي يجدد لها دينها. فأقول لهؤلاء أن بهذه العقول كيف بكم إذا طلع عليكم الدجال الأكبر، المسيح الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيخرج علينا من بلدة أصفهان ومعه 70,000 من يهودها على رؤوسهم الطيالسة، وله آيات باهرات، ومن أكثر أتباعه النساء. فماذا أنتم فاعلون إذا طلع عليكم هذا الرجل وعنده من الآيات ما عنده؟ يأمر الأرض، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض الخاربة فتخرج كنوزها فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. فكيف بكم إذا طلع عليكم هذا الرجل؟ لا شك أنكم بهذه العقول ستسبقون النساء إلى اتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. هذه الكلمات أجاهد بها في سبيل الله، فإن كانت صوابا فمن عنده سبحانه، وإن كانت دون ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.